يقول له انا هعمل لك صيانه شامله ويركب طقم بلي بس وياخد منه 7000 جنيه، اكتر من اغلى من ثمن الايه، من ثمن ما انا بقول لك ببيعها ب 5000 جنيه، ياخد منه 7000 جنيه وغسلته. احنا هنتكلم في نقطه ايه الغسالات اللي هي باسعار المستعمله، اللي في اسعار يعني ايه بتبدا من كام. يعني احنا في غساله زي دي اسمها زانوسي اللي هي اللي بتاعت زمان، دي بتعمل لها 5000 جنيه تقريبا مستعمله، وبتاخديها بجوده عاليه وبتبقى ضمان حوالي 3 شهور عليها ولا حاجه، ودي عمليه يعني دي للعيله مناسبه قوي. وفي طبعا حاجه حديثه زي دي بتبقى 7 كيلو 8 كيلو، دي على فكره 5 كيلو 7 كيلو دي بتعملها في حدود 9000 في الحدود دي برضك حديثه، زانوسي فاكتوريا وعمليه جدا برضك، قطع غيارها برضك على قد الايد، دي اهم حاجه بنتكلم فيها، بتعملها في حدود 9000 مستعمله. الغساله الجديده تقريبا بتدخلها في حوالي 20000 نفس موديلها. وفي الاكوا تك دي برضك، دي الناس بتحبها يعني، هي برضك عمليه عشان هي نجحت قوي، اولا ماشيه مع الحديث في نفس الوقت ايه، هي معموله بالطريقه المانوال اللي هي التايمر اللي والدتي ووالدتك يقدروا يتعاملوا بيها. بتعمل في حدود 7000. وفي ملحوظه ان انا بلاقي ملاك الصيانه اللي هم يعملوا اعلانات في التلفزيون، ان هي الصيانه بيعملوها هي عباره عن ايه، يقول له انا هعمل لك صيانه شامله ويركب طقم بلي بس وياخد منه 7000 جنيه، اكتر من اغلى من ثمن الايه، من ثمن ما انا بقول لك ببيعها ب 5000 جنيه، ياخد منه 7000 جنيه وغسلته. والنقطه دي يا عيني انا بلاقي ناس كتير فيها واعيين فيها. لسه واحده مكلماني امبارح، واخد حله غساله ال جي مركب لها بيلي ما كملش شهر، جاب البيلي والمساعدين بدون بتاع، واخد منها مبلغ كبير، وهي لما سالتني على الحاجه ما لقيتش ان هي جايبه 2400، واخد منها حوالي 6000 ونص والحاجه بايظه. فقالت الناس، وكمان بيسحبوا الغساله دي عندهم في الاماكن، بيسحبوا الحاجات دي في الاماكن عندهم في المراكز، عشان طبعا يقولوا احنا عملنا وعملنا وعملنا، هو بيغلط طقم بيلي ما بيجيبش كله على بعضيه 500 جنيه. فانا برجح ان الافضل للصيانه عندك تبقى في البيت، دي نصيحه لوجه الله والله، او هتعمليها عند حد لازم تبقي موجوده في اي ورشه يعملها لك وانت واقفه، لان اتقن غساله ما بتاخدش ساعه زمن في عمايلها، الا اللي فيهم برومه بتخلص بعدها تاني يوم.